شنقريحة قضية الصحراء بالنسبة إليه قضية خاصة. هو أنه كان من الذين اعتقلوا في معركة مقالة. كانت هناك معركة مقالة 1 ومقالة 2، وهذه معارك صحيح صغيرة ولكنها اعتقل أو أسر فيها عشرات من الجنود والضباط الجزائريين وحتى 76 77. بعض المصادر تشير أن شنقريحة كان من الذين أسروا، وكان يومها برتبة يا إما ليتنو يا إما كابيتان، لكن كان من الذين أسروا في ذلك الوقت. هذه العقدة أيضا جعلت منه بهذا التنطع وبهذا التطرف. وأنا هنا أصر من أن القضية بتجاوزاتها وبتنطعاتها وبتطرفها أصبحت قضية شنقريحة شخصية، ليس النظام ككل. وأنا فيما أعرف يعني حتى من داخل وزارة الخارجية أو من الرئاسة أن لا تبون ولا عطاف ولا عندهم هذا التنطع في القضية، إنما تحت ضغوطات شنقريحة هم طبعا يطبقوا في الأوامر، ليسوا إلا واجهة مدنية. ولكن في أحاديثهم الخاصة، وهذه نقلت لي من بعض إخواننا، في أحاديثهم الخاصة يقولوا باللي شنقريحة ردينا في حيد. يعني عندنا مجموعة من المشاكل، كثيرة من المشاكل، ولكن في قضية الصحراء تنطع وتطرف أكثر من أي مسؤول جزائري في السابق.